اقاله كولر اصبحت مطلب جماهيري. الاقاله ليه؟ بصوا، مشكلتي الكبيره من ساعه كولر ما مسك النادي الاهلي، مشكلتي الكبيره الراجل ده ما بيغيرش غير بعد الدقيقه 75. حتى لو انت خسران، حتى لو انت شكلك زي النيله في الملعب، التغييرات المتاخره مستفزه بشكل غبي غبي. التغييرات بقى، عمر كمال مكان وسام، وبن شرقي طلع. بن شرقي الوحيد اللي كان يعني ماسك لك كوره شويه، الوحيد اللي وعموما التغييرات متاخره. يعني بن شرقي تقريبا اصلا متغير في الدقيقه حاجه و80، يعني احنا اصلا بادئين تغييرات متاخر قوي. تمام. ليه من الاول ما بنعتمدش ان احنا حسين الشحات يمين وبن شرقي شمال، واخلي وسام هو راس الحربه الوحيد، وامام عاشور زي ما هو في مكانه يعني دي ابا تسجحهم الف ب ت س ج ح. هي دي التشكيله. انا العب بوينجين زي ما انا، وسام ابو علي في مكانه راس حربه، وامام عاشور في خط النص رقم 8. انت مش عارف توظف جراديشار ووسام مع بعض، مش عارف تعمل دي، لان دي كبيره عليك قوي يا جدي. دلوقتي انت فلست، ما بقاش عندك حاجه جديده تقدمها. وبعدين مش ده الماتش اللي انت هتجرب فيه اصلا، ده مش الماتش اللي انت هتجرب فيه. انا نازل بسم الله الرحمن الرحيم، الكتاب بيقول كذا ماشي، اشرف داري ورامي ربيعه في خط النص، هاني ويحيى عطيه الله. تمام. انا مش فاهمه انت علي معلول بره القايمه ليه برضو، انا مش فاهمه، بس تمام مش هتكلم فيها، براحتك. تمام براحتك. تمام. بس ده كله انت يعني بتكتب نهايتك بايدك، انت بتكتب نهايتك بايدك. تمام. يحيى عطيه الله ومحمد هاني اللي جاب الجون الوحيد، النقطه المضيئه الوحيده في الماتش كله، و مروان عطيه واكرم توفيق وامام، وبعدين بن شرقي ووسام وجراديشار. ما فهمتش بجد والله، ما فهمتش مين مع مين ومين ضد مين ومين بيلعب فين ومين بيعمل ايه، ما فهمتش. جراديشار كان مختفي، ما كانش موجود اصلا، ما كانش موجود. انت مش هتعرف توظف الاثنين دول مع بعض، مش هتعرف تعملها. انا ما افتكرش اخر ماتش احنا لعبنا فيه كوره امتى. انا بقيت خايفه، انا معاك، انا مش خايفه غير منك، انا مش خايفه من اللعيبه، انا خايفه منك انت. انا خايفه منك، خايفه من هبدك، خايفه من تغييراتك المتاخره، خايفه من كل حاجه هبله انت بتعملها. بتعمل حاجات هبله. وزي ما قلت لكم احنا كسبنا هنا 1-0، انت قادر تكسب هناك عادي ان شاء الله باذن الله. انت قادر تكسب هناك عادي، وقادر ان انت تيجي من هناك 0-0 عادي برضو، ما فيش اي مشكله، عادي. بس ليه الماتش هنا؟ ليه نسيب نفسنا بقى يا عالم ايه اللي هيحصل؟ ليه ما نكسبش الماتش ده ونخلص هنا؟ بيراميدز كسبان الجيش الملكي 4-1. بيراميدز سيبك من التحكيم ومش التحكيم، انا ما شفتش جمله، انا ما شفتلكش جمله واحده ان انا اقول ده. والله العظيم المدرب كان والله المدرب والله ما قصر، اللعيبه دي تستاهل تتجلد. لا، الماتش ده ماتش مدرب. شفت مدرب الهلال السوداني طلع من الماتش باللي هو عايزه، كان 1-0 تمام، انا راضي تمام. زي ماتش صن داونز والترجي، صن داونز كسب الترجي هناك 1-0 هناك في جنوب افريقيا، فتمام انا الماتش عندي الماتش الجاي، فتمام انا ان شاء الله باذن الله هقدر ان انا اكسب الترجي مثلا، او خلاص كده بيراميدز خلاص ضمن اصلا ان هو ان شاء الله باذن الله، يعني بيراميدز كده واصل لنص النهائي خلاص. ليه انا ما اعملش كده؟ ليه انا انت مش واقف على الخط، واقف تايه، واقف مش مركز معانا. الماتش انت مش معانا في الماتش، انت في حته تانية سرحان. مدربين السويسريين ما بقوش بيجوا معايا سكه. قولي الحقيقه، مراتك عايزاك ترجع صح؟ قولي الحقيقه، مراتك عايزاك ترجع. ما لو مراتك عايزاك ارجع يا جدي، ما فيش مشكله، بس قولي لنا الحقيقه، صارحنا. عايز اداره الاهلي هي اللي تمشيك عشان تاخد انت فلوسك صح؟ عايز اداره الاهلي هي تقول لك يلا امشي صح؟ بتزهقنا بالطريقه صح؟ انت بتزهقنا منك. ما انا مش فاهمه والله، مش انت بتعمل كده ليه؟ انت كنت ماشي حلو والدنيا حلوه وبنكسب وبتاع وشكلنا حلو وثلاثيات ورباعيات وما شاء الله، كانت حاجه جميله جدا. ايه اللي حصل؟ وات هابن؟ اللعيبه مستوياتها بترجع، اللعيبه دي كلها مستوياتها بتتراجع، اللعيبه بتبوظ يا جدي. انت بوظت اللعيبه ما بقتش نافعه، اقسم بالله اللعيبه ما بقت نافعه. امام عاشور ما بقى، بن شرقي، وسام، اللعيبه خلاص. حتى حسين الشحات ما بقاش حسين الشحات من فتره بسببك. ان هو المدرب الكويس هو اللي يطلع باللاعب مش ينزل بيه، المدرب الكويس اللي يطلع لي كذا لاعب كده يلمعهم. انا ما شفتش معاك ده، انا شفت احنا جايبين لك نجوم، جايبين لك سكواد. يعني انا مش عايزاك تروح تلعب كاس العالم، انا مش عايز، انا مع الناس اللي بتطلب اقالتك، انا مش عايزاك تكمل معانا بالشكل ده. جايب جون في الدقيقه 11
لحد دقيقه 11 جايب جون محمد هاني، وطول الماتش لحد الماتش ما خلص اصلا كان وارد جدا ان الهلال يسجل جون التعادل. لاعيبه كلها، اغلى لاعب هتلاقيه في فريق الهلال السوداني هتلاقيه ب 100,000 دولار. هجيبين لك لعيبه بملايين. عايز ايه تاني؟ ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص عشان ما اشوفش النادي الاهلي بالشكل ده؟ قعدت تقول صفقات صفقات صفقات، طب انت عايز ايه تاني احسن من كده؟ يا جماعه حد يرد عليا يا جماعه بجد. هو بيزهقنا يعني بيكرهنا فيه؟ عايزنا احنا اللي نفشكل معاك؟ نفشكل مفيش حاجه، نفشكل عادي. هتلاقي طبعا مكتوب له شرط جزائي ب1,000,000 دولار ولا حاجه، صح؟ مبدئيا يعني انا كنت مستنيه عاديه الصراحه، اجمل من كده بكتير واحلى من كده بكتير، بس يعني الحمد لله، لان الحكم كان قاصد بكل طريقه ان هو يحاول ان هو يكسر الريتم كده، واللعيبه برضو بتاعت الهلال كانت بتقع، بس ده حقهم، حق مشروع جدا يعني. بس الماتش يعني ماتش وحش، ماتش وحش قوي، برغم ان احنا كسبنا بس ماتش وحش قوي، لان الماتش على ارضك وسط جمهورك، الجمهور يحرك الصخر، جمهور يحرك الصخر اقسم بالله. فبعيدا عن كل ده ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي يعلم بقى ايه اللي هيحصل. يعني والله العظيم في اغلب الجمهور دلوقتي بيقولوا احنا نطلع عشان الراجل ده يمشي. شايف الجمهور وصل بيك لحد وصل بينا الحل لحد فين؟ ان احنا عايزين الاهلي يخرج من البطوله عشان انت تمشي. ان شاء الله لسه عندنا ماتش هناك، زي ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ان هو يكسب، الاهلي قادر ان هو يكسب الماتش ده، وقادرين ان احنا نصعد للدور اللي بعد كده. بس الخوف كله مش الخوف من اللي مش من الخوف على اللي بعد كده، الخوف مش من اللي جاي، الخوف على اللي بعد كده. فانا خايفه على اللي جاي، خايفه على اللي بعد كده. انت عندك مدعكه حرفيا الفتره الجايه. فمع الراجل ده انا مبقتش مطمنه خالص، مبقتش مطمنه خالص. اتمنى ان هو يعني يظبط الدنيا، لانه هو غالبا مش هيمشي، هو مكمل معانا لحد كاس العالم كده كده. فاتمنى بس ان الدنيا تظبط معاه. اتمنى ان كابتن محمود الخطيب يكون كان قاعد بيتفرج على الماتش، يكون شاف الدنيا فيها ايه، يكلمه حد يقول له ان انت اللي بتعمله ده اتس عك، اتس عك.